السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك في اول فيديو في السنة، اول فيديو لدفعة 2027 دفعة تانية اعدادي. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك يا صديقي في اول فيديو، اول فيديو باول جرامر باول يونت. ان شاء الله تكون سنة سعيدة عليك، الله تجيب درجة كويسة. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في المفرمة، اهلا بيكم في المعجنه بتاعه 2027. ان شاء الله ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر ننزل المنهج جرامر وكلمات ومراجعات وبديفات وكل حاجه ان شاء الله. فادعوا لنا ربنا يقدرنا ننزل لكم اللي انتوا عايزينه. فان شاء الله النهارده شرحين، النهارده طالعين نشرح جرامر. جرامر ايه؟ اول جرامر في يونت 1. طب يونت 1 دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على جين الفا، يعني جيل بتاع الفا. الجرامر اللي فيها بقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على زمن سهل وبسيط وبيربط معظم الطلبه. اسمه ايه؟ اسمه present continuous، اللي هو ايه؟ المضارع المستمر. المضارع المستمر. زي ما احنا عارفين، اللي متابعنا من اول ما بدأنا القناة عارفين ان اي زمن بناخد عنه كام حاجة؟ 5 حاجات. اي زمن بناخد عنه كام حاجة؟ 5 حاجات. احنا بنأسس اهوت وبنرتب لك افكارك. اول حاجة الاستخدام، تاني حاجة التكوين، تالت حاجة النفي، رابع حاجة الكلمات الدالة، خامس حاجة السؤال. 5 حاجات. فإن شاء الله يلا بينا بسم الله، نقول بسم الله وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليك إن شاء الله يا صديقي. نبدأ بسم الله. أول حاجة present continuous، يعني إيه؟ المضارع المستمر. المضارع المستمر. التكوين من اسم الزمن. ليه؟ عشان إحنا بنفهم مش بنحفظ. بسم الله. زمن المضارع المستمر. أول حاجة الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من إيه؟ بتتكون من فاعل. الجملة الإنجليزية بتتكون من إيه؟ من فاعل، فاعل ومفعول. طب أنا بدأت الفاعل الجملة بتاعتي. الفعل اللي عندي بحط فعل اسمه بي، يكون. طب بيتصرف لكام حاجة؟ 3 حاجات. لو انت اتفرجت على السمر كورس اللي انا نزلته في الاجازة هتعرف انا بتكلم عن ايه. بي معناه يكون، بيتصرف ل3 ام ويز وار، وبحط الفعل مضاف له اي ان جي. طيب ليه اتسمى مضارع مستمر للتكوين بتاعه؟ عشان مضارع جبت ام ويز وار، وعشان مستمر حطيت للفعل اي ان جي. احنا متفقين اي حاجه مستمره، اي حاجه مستمره في اللغه الانجليزيه لازم نحط لها اي ان جي. طب ايه اللي انت بتحط له اهم حاجه؟ ده الفعل اللي انا بحط له فيرب ذات اي ان جي. يبقى ام واس وار وفيرب ذات اي ان جي. عشان مضارع حطيت ام واس وار، وعشان مستمر حطيت الفيرب وضفت له اي ان جي. طيب لو كان باست كونتينوس كنت شلت ام واس وار وحطيت واز وير وحطيت الفيرب ذات اي ان جي. يبقى تكوين المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ ام ويز ار والفيرب زائد اي ان جي. تاني، تكوين المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ ام ويز ار والفيرب زائد اي ان جي. تكوين المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ ام ويز ار والفيرب زائد اي ان جي. طب انا اختار ام واختار از وار مع بعض؟ لا، على حسب الفاعل. على حسب ايه؟ على حسب الفاعل. يعني ام تيجي مع مين؟ مع الفاعل اي. طب از بتيجي مع مين؟ بتيجي مع هي وشي وات. طب ار بتيجي مع مين؟ مع وي ويو وذي. يبقى ام بيجي معايا ايه؟ الفعل اي، الضمير اي. طيب از هي وشي وات. طب وار وي ويو وذي. تمام. والفيرب ذات ان جي. تمام. يبقى اول حاجه تكوين الزمن بيتكون من ايه؟ عشان مستمر تكوين الزمن، عشان مضارع جبت ام ويز وار، عشان مستمر جبت فيرب ذات ان جي. تمام. خد عندك كده اكتبها في سكتش. اي حاجه مستمره لازم نضيف لها ايه؟ اي ان جي. طيب المثال اللي هيفهمنا. وي ده ايه؟ ده الفاعل اللي هو الضمير. ار وي بتاخد ايه؟ تاخد ار. وي بتاخد ايه؟ ار. فحطيت ار والفعل جو. الفعل جو يعني يسهل، رحت حاطط له الفعل اهو. ده الفعل لوحده، ده الفعل انا عاملها لك بلون مختلف. والفيرب دي اي ان جي ضفت لها للفعل نفسه. يبقى ده الفعل الاساسي. اضافه اي ان جي يبقى ار. يبقى we are going to the tennis courts now. يبقى تمام. يبقى ده الفاعل، ده البي. طب انا ليه ما حطيتش ام؟ عشان الفاعل وي. طب ليه ما حطيتش از؟ عشان الفاعل وي. طب الوي بتاخد ايه؟ تاخد ار.
تاخد ار، فحطيت we are going to the tennis course now. تمام، يبقى انا اول حاجه خدت ايه؟ التكوين الزمني. طيب تاني حاجه بقى ناخد النفي بتاعه. بص يا باشا، فاعل ام ويز ار ام ويز ار، الفيرب زائد ان جي، الفيرب زائد ان جي. طب الحته اللي في النص دي هحط فيها ايه؟ نفي. النفي، اي نفي في اي جمله منفيه في اللغه الانجليزيه تبقى لما اقول عليها جمله منفيه لازم يكون فيها ايه جواها كلمه not. يبقى الاثبات هو النفي، بس النفي حطيت كلمه not عشان تقول لي ان الجمله ديت منفيه مش مثبته. تمام، يبقى ده الفعل وده بي اتصرف لها موز وار وحطيت كلمه not والفيرب ذات ان جي. هنا she is working in the garden، كده ترجمتها هي بتعمل، هي مش شغاله احط كلمه ايه؟ not. is not على بعضها isn't عشان لو لقيتها في التشوز. طيب are و not تبقى aren't، يبقى isn't و aren't. تمام. يبقى مضارع مستمر، مضارع ام وزوار مستمر فيرب زائد ان جي، نفي حطيت كلمه not في الجمله. يبقى اول حاجتين تمام. خش بقى على ايه؟ الكويستشن، السؤال. عندنا كم نوع من السؤال اللي واخد تاسيس؟ عندنا كم نوع من الاسئله في التاسيس؟ سؤالين، سؤال باداه وسؤال باجابته بايه؟ يس او نو. طب ازاي افرق بين السؤال باداه والسؤال بفعل مساعد؟ السؤال باداه ما فيهوش يس او نو، السؤال ما فيهوش الاجابه بتاعته ما فيهاش يس او نو. طب السؤال بهل او فعل مساعد في اجابته يس او نو. طب ازاي افرق ان الاجابه تكون فيها يس او نو؟ يبقى السؤال ده فعل مساعد. طب ما فيش يس او نو يبقى السؤال ده بأداة، واخدنا الأدوات في الكورس التأسيسي. تكوين السؤال بأداة، أدي الأداة أم ويز وار اللي هو الفعل بي، وبعد كده حطيت الفاعل وبعد كده حطيت الفيرب ذات ان جي. تاني أداة أم ويز وار فاعل فيرب ذات ان جي. طيب هنا في أداة يبقى ده سؤال بأداة. طيب شلت الأداة تحول من سؤال بأداة لسؤال فعل مساعد. طب السؤال الفعل المساعد ده سؤال بي ده معناه إيه؟ معناه هل. هل. وات دي أداة تسأل عن إيه؟ عن غير العقل. طيب يو تاخد إيه؟ ار، الفيرب ذات ان جي. دو حطيت له اي ان جي اهو، حطيت كلمه تدل على المضارع المستمر. يعني انا بفصص لك السؤال، دي اداه وي يو بتاخد ايه؟ ار. دو ده الفعل بتاعي اي ان جي يبقى وحطيت كلمه نعم. تمام. يبقى هنا اقول وات ار يو دوينج ده هي بتعمل ايه دلوقتي؟ اقول اي حاجه، مثلا هي بتلعب دلوقتي، هي بتاكل، هي بتتفرج على التلفزيون دلوقتي، اي حاجه. طب شلت الاداه تحول من سؤال بأداة لسؤال بهل. ام واز وار معناهم ايه يا باشا في السؤال؟ هل. حطيت الفعل في البيزاد ان جي. بص دي من تكوين ده اهو نفس التكوين، بس انا خليت دي كابيتال ليه؟ عشان انا بادئ بقى الجمله عشان هنا بادئ بقى السؤال. is he watching the match. بص is دي معناها ايه بقى؟ هل. ايوه الله ينور عليك، هل. طب is بتاخد ايه؟ هي بتاخد ايه؟ is او is بتاخد ايه؟ هي. الاثنين عادي. واتش الفعل واتش اهو يشاهد، حطيت له الاي ان جي عشان الفعل مضاف له اي ان جي. حطيت بقيه الجمله. معناها ايه دي بقى يا باشا؟ السؤال معناه ايه بقى السؤال ده؟ هل هو بيتفرج على الماتش دلوقتي؟ هتقول له يس او نو وعلى حسب السؤال. طب بقى نعكس التفكير، جاب لي الاجابه وعايز سؤال. طب الاجابه بدايتها بيس او نو، يبقى عايز سؤال لازم من الجمله في از في ووز في بقى على حسب اي الزمن بتاعه. تمام. يبقى السؤال، خلاصه السؤال، سؤال باداه، سؤال بفعل مساعد. السؤال باداه لازم يكون بيجيب لي اداه وات وير ويتش وين وات تايم هاو ماتش هاو ميني اي حاجه. السؤال بهل لازم يكون بدايته بفعل مساعد، والفعل المساعد معناه ايه في السؤال؟ هل. ام ويز ار معناهم هل، ووز او وير معناهم هل، هاد معناها هل، هاز او هاف معناها هل. دي افعال مساعده اللي بنبدا بها السؤال، سؤال بفعل مساعد. تمام. نيجي على رابع حاجه اللي هو الاستخدام. زمن المضارع المستمر يستخدم امتى؟ الزمن ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حدث يحدث الان. هو ليه ثلاث استخدامات؟ ده من الاولاني اللي هو يعبر عن احداث تحدث الان، لحظه الكلام. هسالك سؤال وانت ترد عليا، انا بعمل ايه دلوقتي؟
انا بعمل ايه دلوقتي؟ بشرح. صح، انا بشرح دلوقتي انا بشرح. طب كمان ساعتين هشرح؟ لا خلاص، انا كنت بشرح لمده معينه، لفتره معينه، وبعد كده هعمل حاجه تانية. دلوقتي انا بشرح، هفضل طول الوقت اشرح؟ لا، هشرح لمده معينه، لفتره معينه، يبقى ده بيحدث، يعبر عن حدث يحدث الان. طب تاني استخدام يعبر عن احداث مؤقته. الله ينور عليك، ده حدث مؤقت. حدث الشرح ده هيفضل حدث دايم لحد ما اموت، ولا فتره معينه وهنتهي؟ لا، هي فتره معينه، يبقى ده اسمه حدث مؤقت. تاني حاجه يعبر عن احداث مؤقته. بص، we are going to the tennis courts now. هما هيذهبوا لصالة التنس دلوقتي. يبقى حدث الذهاب لصالة التنس ده مستمر ولا لفترة معينة؟ فترة معينة. الله ينور عليك، يبقى ده فترة معينة، يعني حدث مؤقت، فترة محدودة. وفي الزمن، وفي الاستخدام التاني ده بيديك مثلا فترة معينة، يعني زي كلمة ناو، هو بيعمل الحدث ده دلوقتي. طب بعد شوية مش هيعمل حاجة. يعبر عن ترتيبات مستقبلية تم الترتيب لها. يعبر عن ترتيبات مستقبلية. خد المثال، الاكزامبل ده. I am meeting my friend tomorrow evening. I am I am meeting my friend tomorrow evening. أنا هقابل صديقي بكرة بالليل. طيب يا مؤمن، صاحبي بكرة بالليل غير لما أرن عليه؟ يبقى ده حدث تم الترتيب له. يعني أنا النهاردة واللي بيتفرج عليا قلت لك يا ريس أنا هاجي لك بكرة بالليل. هتقول لي ثواني لما اشوف البيت يكون فاضي، يكون انا فاضي مستنيك، ما عنديش شغل. صح؟ يبقى احنا بنرتب مع بعض. حدث الزواج ده حدث تاني يوم بتتجوز؟ لا، ده حدث بيبقى الترتيب له بيبقى في لفترة معينة. يبقى الثالث استخدام يعبر عن ترتيبات مستقبلية يتم الترتيب لها، مش حدث اللي هو ايه، جت في دماغي حاجة اعملها. تمام. نيجي بقى على خامس حاجة، الكي ووردز، كلمات الدالة. كي ووردز نص الدرس، يعني ده البورد دي النص الأولاني، النص الثاني ده اللي عليه الشغل في الريرايت. فركز معايا ويلا بينا لك مع الكي ووردز. في دي كلمات لما تكون موجود في الجملة ده يعبر عن حدث مضارع مستمر اللي هو البريزنت كونتينوس. أول كلمة مشهورة listen، تاني كلمة look right now at the moment، look out in the future. ركز معايا. listen يعني استمع أو انصت. أنا لما أقول لك اسكت، أنا هقول حاجة دي لحظة الكلام، فده يعبر عن مضارع مستمر. look انظر، بص كده. أنا بقول لك دلوقتي لحظة الكلام، انظر بص، مش عارف مين اللي بيعمل إيه، انظر. right now الآن يحدث الآن بتساوي كلمة now، هي right now يعني الآن. at the moment في هذه اللحظة. look out يعني احترس. in the future يعني بكرة، يعني حدث تم الترتيب له، يعني استخدام التالت. in the future tomorrow. تمام. كده يا صديقي جينا لنهاية الفيديو. عرفت الاستخدام، عرفت 5 حاجات: الاستخدام، التركيب، كلمة الدالة، النفي، السؤال. 5 حاجات. تمام. انتظر بقى الفيديو بتاع حل سؤال الريرايت، افكار الريرايت. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبك، وان شاء الله صديقي احنا بادئين بقوه، وهنزل لك الفيديوهات دي بدري عشان تجهز للامتحان. هحاول ما اقدر، يعني ان شاء الله هنزل، احاول على قد ما اقدر ان شاء الله اصور لك الحاجات ديت على شاشه سمارت وانزلها لك. وان شاء الله احاول على قد ما اقدر المراجعات الشهر اصورها لك على شاشه سمارت وانزلها لك. هنزل لك ان شاء الله حل الكتب، ان شاء الله هنحل لك كتاب المعاصر، ان شاء الله هنحل كتاب المعاصر ان شاء الله على القناه. بس ينزل بس الكتاب ونجيبوه ان شاء الله. هتكون سنه جديده مبشره يعني ان شاء الله. وانتظرونا في فيديوهات جايه تانية كتيره قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.